السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الجينواز كتحضروا بها حلوه لاكريم او لاير كيك سهله، وغادي تصدق معكم ان شاء الله في اول استعمال اللي ما كانش كتصدق لكم الجينواز بمقادير اللي هي بسيطه وهكا. تبعوا غير المراحل وطريقه التحضير ان شاء الله غادي تصدق معكم في اول استعمال. كما كتشوفوا البنات كيف كتجي طالعه وكتجي زوينه. ونمشيو دابا باش نشوفوا المكونات، وبقاو حتى لاخر الفيديو باش تتبعوا المراحل. اول حاجه غادي نحتاجوا لها هي قبصه ديال الملحه. عندي 150 غرام ديال السكر سنيده، عندي 200 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي ساشي ديال الفاني، وعندي ساشي ديال خميره الحلويات ديال 8 غرام، عندي 5 ديال البيضات. هنايا درت البياض بوحدو ودرت الصفار بوحدو. بالنسبه للفاني، الا كانت عندكم هذيك الفاني السائله كيكون احسن، يعني كتجي زوينه. انا ما بقاتش عندي، درت هكيك ديال الساشي حتى هي راه كتجي مزيانه. المهم غادي نخلطوا بياض البيض مع سكر سنيده ومع القبصه المليحه ومع الفاني. غادي نخلطوهم مزيان، طلعوا مزيان هذاك بياض البيض حتى كيولي على شكل بياض الثلج. ومن بعد عاد كنضيفوا الصفار ديال البيض، يعني نطربوا مزيان حتى كتخلط لينا هذاك السكر سنيده مع البياض البيض مزيان مزيان، وكيطلع معنا كيولي على شكل كريمه كما كتشوفوا. بهذه الطريقه هذه عاد كنضيفوا الصفر البيض دفعه واحده هكا وكنخلطوا مزيان. نخلطوا صفار البيض مع بياض البيض حتى كيتجانسوا لينا المكونات مزيان كيدخلوا في بعضياتهم. بعد من بعد كنحيدوا الطراب ديال الضوء وكنبقاو نستعملوا غير الطراب اليدوي او سباتول. يعني ما نخدموش الطراب ديال الضوء ملي نبغيو نضيفوا الدقيق والخميره، حيت خاصنا نخلطوا غير بشويه بشويه باش ما كيتهبطش معنا الجينواز ديالنا ملي كنخرجوها من الفران. صافي هنايا كما كتشوفوا من بعد ما تخلط لينا داكشي مزيان وتجانس مع بعضياتو، غادي نحيدوا الطراب ديال الضو وغادي نستعملوا غير بايدينا، وغادي نبقاو نضيفوا هكا الدقيق بشويه بشويه. هنايا عندي الدقيق ديجا مغربل، ودابا غادي نغربل الخميره باش ما كيبقاوش هذوك الطريفات ديال الخميره، اننا ضروري خصنا نغربلوا الخميره حيت كيكونوا في هذوك الطرافي كبار، يعني كيتخلطوش مزيان وسط الخليط. نغربلوهم ونخلطوهم مع الدقيق، عاد كنبداو نضيفو بشوي بشوي. حنايا كنخلطوا الخليط ديالنا غير بشويه. صافي كما كتشوفوا البنات دابا غادي نبدا نضيف غير بشويه، وانا كندخل السباتول من التحت للفوق وبشويه. انا هنايا راني كندير غير بشويه حيت كنزر بشويه الفيديو، غير بشويه باش الخليط ديالنا ما يهبطش معنا. ومني كيبانوا لينا دوك الفقاعات كنحاولوا اننا ندخلوا الهواء لداخل، ندخلوهم داخل ما يبقاوش لينا دوك الفقاعات اللي كيوليو طالعين ديال الخليط الفوق. كنحاولوا اننا ندخلوا داك الهواء ندخلوه لداخل. صافي هنايا كما كتشوفوا بقيت كنضيف بشوي بشوي حتى كملت الخليط ديال الدقيق، يعني درتو على 3 ديال الدفعات. صافي وكنبدا نخلط وكتهبطوا سباتول تحت حيت كيبقى الدقيق متكتل لتحت، يعني تخلطوا مزيان ما يبقاوش لكم دوك الحبيبات ديال الدقيق. وانتم غير بشويه بشويه البنات كما كتشوفوا، يعني ما تخلطوش بالزربه باش هكا البيض ما يهبطش معنا وما تجيناش الكيك ديالنا او الجينواز ديالنا مدقسه وتجينا هابطه. صافي غادي نبقى مستمره هكا فين ما يبان لي هكا باقي الدقيق نهز من التحت كما كتشوفوا وكنقلب وكنهبط، نهز من التحت ونقلب. صافي غنبقى بحال هكا حتى غادي نخلط كاع داك الدقيق وسط هذاك الخليط ديال البيض. في هاد الوقيته ديال البنات انا راني مشعله الفران على درجه 180. هنايا خديت هاد المول هذا ديال 20 سنتيم، القطر ديالو اللي هو 20 سنتيم، دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق وغادي نضيف ليه الخليط. غادي ندخلوها البنات الفران
شاعلين عليه من التحت، وغادي نخليوه حتى غادي تطلع على خطره. يعني تقريبا خدت لي واحد الساعه لاروب ديال الطياب. انا عندي الفران بالنسبه للناس اللي عنده الفران كيشعل، يعني كيشعل من الفوق ومن التحت، انا عندي الفران كيشعل من الفوق ومن التحت، يعني شعلت الفوق لتحت ودخلتها وخليتها المده ديال ساعه لاروب. طابت ليا كلها. اللي عنده الفران كيشعل الفوق عاد كيشعل التحت، غتشعلوا على الفوق حتى غادي تطلع معكم ويبانوا لكم بدات كتحمر مع الجناب. صافي غادي تشعلوا لها الفوق تحمر لكم من الفوق وتخرجوها. انا عندي الفران حيت كيشعل الفوق لتحت. صافي هنايا كما كتشوفوا هنايا راها طابت، وحليت على البنات الفران وخليتها واحد المده ديال 5 دقائق عاد خرجتها باش ما كتنزلش معكم. دائما ملي طيبوا الكيك ولا اي حاجه طفيو الفران وحلوا الباب ديال الفران وخليوه واحد شي شويه عاد خرجوها من الفران. كما كتشوفوا البنات انا غادي نقلبها مباشره، ما غاديش نخليها في المول باش ما تعرقش لنا في المول. قلبتها مباشره البنات وخليتها حتى بردات مزيان. يعني خاصها تبرد البنات مزيان عاد تجمعوها. مثلا الا كنتو باغيين ديروا هكا شي لاير كيك او حلوه لاكريم ولا شي حاجه، صايبوها يعني نهار قبل او يومين قبل باش كتبرد. هي كل ما بردات كتجي زوينه في الخدمه ديالها. كما كتشوفوا البنات كيفاش كتجي طالعه وكتجي مفشفشه، يعني كتجي زوينه. جات محمره، يعني جات مذهبه لون واحد، وجا القوام ديالها جات طالعه وجات خفيفه البنات. يعني كما كنقول لكم ملي تبغوا تخلطوا الدقيق مع البيض خلطوا غير بشويه باش ما كيهبطش معكم البيض وتجيكم هكا سالطه الكيك ديالكم او الجينواز. صافي هنا غادي نخليها كما قلت لكم حتى غادي تبرد مزيان. غادي ندير ليها هكا سلوفان وغادي ندخلها للثلاجه، حيت انا غادي نستعملها هكا حتى الغد ليه. غادي ندخلها للثلاجه وغادي نخليها حتى الغد ليه ان شاء الله وغادي نخدم بها. يعني كما كتشوفوا البنات يعني مكونات اللي هي بسيطه، غير تبعوا غير الطريقه ديال التحضير. يعني الطريقه هي اللي كتكون مهمه كيفاش انكم تخدموا الحاجه وكتصدق معكم. واخا تكونوا ما عمركم ما درتوها غادي تصدق معكم. غادي نوريكم كيفاش جات هنايا كيفاش كتجي. يعني هنايا من بعد ما بغيت نخدم بها هكا الحلوه، شوفوا كيفاش كتجي مفشفشه، كتجي خفيفه من الداخل. صافي نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل باش تشوفوا الطريقه ديال تحضير لهاد اللاير كيك. المهم انا وريتكم غير الجينواز كيفاش كتجي زوينه البنات، كتجي خفيفه. صافي نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل وتشوفوا معايا اللاير كيك كيفاش غادي نحضرها.